من أخطر الجرائم اللي طراو في المغرب، ويمكن أحد الناس اللي باقين عاقلين على هاد الجريمة في مدينة الدار البيضاء مع 7 ديال الصباح. الحاجة اللي توفات البارح جاو ولادها يزوروها اليوم، وحنا عارفين بأن العيالات ما كيمشيوش نهار الدفن، كيمشيو حتى لغدا ليه. فالسيدة مني يعني دفنوها في العشية، جاو ولادها لغداري باش يزوروها. جاو الولد الكبير هو ومراته وجاو مع خواتاتو، فجاو في الصباح بكري نهار الجمعة ووقفوا كذلك الطوموبيلات، فدخلوا للمقبرة وكان العساس ديال المقبرة باقي ما جاش. فهما كيتقربوا من القبر ديال الوالدة ديالهم كيتفاجئوا بأن القبر ديال الوالدة يعني محفور. فالتراب اللي كان يعني مغطي القبر كان يعني مرون كاع محفور كاع، فبطريقة عشوائية في كل بلاصة، والجثة مازال وسط القبر، كلها مرمدة ويعني ويديها خارجين من الكفن. واحد الحالة، وتخيل معايا ردة الفعل ديال الأبناء ديالها وهما يلاه يعني دفنوا الأم ديالهم، وراه ربي اللي عالم بيهم، وراه هاد الشيء هذا راه خطير جدا. فولاو مدمرين بالحزن الشديد لأنهم كيتصدموا بهذا المنظر هذا بدون شعور. يعني بناتها سخفوا، والولد كذلك بدا كيغوت، الناس دازوا كيسولوا شنو هاد الحاله هادي. فالناس اللي دايزين على المقبره مع 7 ديال الصباح كيسمعوا الغوات، كيبداو يعني كيشوفوا كيقولوا شنو هاد الشيء هذا، شنو هاد الغوات هذا. اكيد انهم جاو شي وحدين علموا البوليس بالواقعه. فالبوليس على الفور جا يعني شافوا المقبره، جاو شافوا الحاله، جاو فرقوا داك الجوقه اللي كانت مجموعه تما، فبداو بالمعاينه ديالهم. في نفس الوقت عيطوا لسياره الاسعاف باش تهز دوك البنات، هز دوك البنات اللي سخفوا. في نفس الوقت انه العساس ديال المقبره سمع الخبر وجا يشوف، فدخل المقبره قدم راسو للبوليس، قال لهم انا هو العساس ديال هاد المقبره، وانا راني عساس ديال النهار وعاد سقط الخبر لهاد الشيء اللي وقع. فدخل كيساعدهم من هنا من هنا. يعني البوليس دار الاجراءات ديالو. فالبوليس اكيد انهم جمعوا جميع الادله، الفاس، البالا، العتله اللي كانوا كيحفروا فيها، جمعوا جميع الادله اللي كانوا تما، جمعوا كذلك جميع الاحذيه اللي كانت يعني في ديك البلاصه اللي كان فيها كيحفروا فيها، ولقاو كذلك الكسكسو في اليد ديال ديك المراه اللي جبدوها من داخل القبر. فجمعوا جميع الادله اللي تقدر تساعدهم في الابحاث. وكذلك الضابط فخبر النيابه العامه وعلم السيد الوكيل الملك باش يعطي انه تعليمات الجثه المستودع الاموات باش انهم يديروا لها ابحاث، باش يشوفوا بان واش الجثه يعني جبدوا فيها شي حاجه من داخل الجسم ديالها، واش الجثه باقا كامله. اكيد انهم خصهم يديروا ابحاث. ففي نفس الوقت عيطوا للعائله ديال المرحومه باش يعني يشوفوا هذا الخبر، هذا الشيء اللي وقع الان. فالحاجه في العمر ديالها 65 سنه، فمعروف هذيك السيده بالمنطقه ديالها، بالخير ديالها، بالكرم ديالها. فالناس كاملين ما عجبتهمش ديك الواقعه اللي وقعات، واكيد انهم بقات فيهم ديك السيده لانها كانت من اطيب خلق الله. والناس بقاو كيتسائلوا شكون هذا اللي غيكون تجرأ ودار هاد يعني هاد الحاله هادي، شكون هذا عديم الانسانيه اللي دار هاد الكارثه هادي فهاد السيده. وحنا كنعرفوا انها طيبه. رجال الامن كان عليهم الضغط كبير باش يعرفوا شكون هو هذا الشخص هذا اللي قام بهذه العمليه هذه. فهذا الخبر هذا دار ضجه كبيره في انذاك، فالبوليس بداو في الابحاث ديالهم. فملي مشاو للكوميساريه بداو اكيد ان بالعائله يعني باش يبداو الاجراءات القانونيه ديالهم. فالعائله بداو يعني كيقولوا داك الشيء اللي لقاو في ديك الصباح. بداو معهم الابحاث، قالوا لهم اولدي راه حنا مشينا وشفنا يعني داك القبر لقيناه مجبود ومحفور، اكيد يعني ما تقبلناش ديك الوضعيه. فداو معاهم كذلك حتى العساس ديال المقبره باش يستمعوا له ويديروا مع الاقوال ديالو باش يعرفوا يعني شنو كاين. فالعساس قال لهم انا المهمه ديالي العسه ديال النهار، يعني انا يعني ما عارف والو، ما في راسي والو، وقدروا تسولوا العساس ديال الليل. فقال لهم انا يعني كعساس كنحاول ما امكن نحفر القبوره، كنجمع وكنيطوي المقبره، في نفس الوقت انني عساس. فكيبدا من 8 ديال الصباح حتى 4 ديال العشيه. فسولوه البوليس وقالوا له فين كنتي ديك الليله اللي وقعت الواقعه؟ قال لهم انني كنت في الدار. فكان قال لهم انني كنعرض عليا واحد الصديق ديالي ومشيت تعشيت معاه ديك الليله. فقال لهم ملي تعشينا مع ديك الجوج ديال الليل حرقني راسي شويه، مشيت عند الصديق ديالي
صافي هذيك اللحظه انني تفرقت معاه وقلت له غنمشي، راه راسي كيحرقني، ومشيت نعست. فواحد يعني واحد الضابط جبد البالا والفاس وقال له واش هاد البالا والفاس ديالك ولا ديال من؟ فاكيد انه داك العساس تفاجأ مني شاف البالا والفاس ديالو، لا حول ولا قوه. فقال له العساس هذا راه يعني ديالي، ولكن انني مني كنسالي من العمل ديالي كندخلهم واحد البيت وكنسد عليهم وكنمشي. فقال لهم انني مني كنسالي راني كنجمع الدوزان ديالي وكنسد عليه وكنمشي بحالي. ربما انهم يكون عندهم القفال ولا شي حاجه، الله اعلم. يعني قال لهم انا راه كنسد على المسائل ديالي. فالقضيه ديال الدوزان يعني اكيد حاولوا يشكوا فيه وحاولوا ما امكن انه يعني القضيه اللي قال انني الدوزان ديالي، فالبوليس شكوا فيه وقالوا ان ربما يكون هذا الشخص هذا هو مول الفعل. فالعساس ولا مخلوع ومن كثره هذا الخلع هذا، فشكوا فيه ولاو معاه كيضبطوا معاه الابحاث يعني بالساعه بالوقت، يعني فين كنتي وفين جيتي ديال من هذه المسائل يعني داك الشيء كان يعني بلونكار. فالبوليس لقاو الكسكسو في داك البيت اللي لقاو فيه البالا والدوزان، لقاو الكسكسو تما. فهنا في البوليس تاكدوا بانهم هاد الناس اللي مشاو حفروا ديك الجثه اكيد انهم كانوا بقيام السحاره والشعوذه، هما اللي اكيد انهم جبدوا هاد القضيه هذه. ولاو بحثوا مع العساس، ولاو كذلك اتصلوا بالعساس وعيطوا له وجابوا العساس باش يعمقوا معاه البحث. فشدوا العساس خلاوه في الكوميساريه وعيطوا للزوجه ديالو كذلك وقالوا لها السيده غتمشي معنا للكوميساريه. فاللحظه اللي شافت فيهم قالت لهم واش البوليس؟ قال لهم ايه. قالت لهم واش يعني على اساس الجثه اللي كانت مدفونه في المقبره؟ قال لي ايه، لان السيده كان في راسها شنو وقع في المقبره. ففي ديك اللحظه من دخلوا للكوميساريه فرقوا يعني المراه على الزوج ديالها وبداو كيسولوا المراه. قالوا لها فين كان راجلك ديك الليله؟ قالت لهم مع 9 ديال الليل راه كان عيط عليه صاحبه باش يمشي يتعشى معاه وراه مشى عند صاحبه. فقالت لهم راه دائما مره كيمشي عند يعني صاحبه كيمشي كيتعشى معاه وراه يعني كيبقاو سهرانين. فسولها البوليسي وقال لهم ماش داك النهار رجع راجلك؟ قالت له ديك الليله راه رجع مع الفجر. ففي ديك اللحظه انه جا دق عليه شي واحد وقال له سير شوف راه كاين شي حاجه في المقبره. فمني خرج قالت انه راه راجلي رجع حتى الفجر. فمني رجع الزوج ديالها مع الفجر اكيد انه جا نعس. فجاه ان المراه ناضت تصايب الفطور ديالها على الصباح كالعاده، صيبت الفطور ديالها شويه كيدقوا عليها بعض العناصر اللي سمعوا الخبار تما. قالوا لها واش راجلك تما؟ قالت لهم اياه راجلي لهنا. قالت لهم قالوا لها راه يعني وقع شي حاجه في المقبره. فديك اللحظه انها قالت لهم راني فيقت الزوج ديالي ومشى التحق بكم. فالسيده كانت كتجاوب واحد التلقائيه، يعني السيده درويشه ماشي ديال الكذوب. فهنا فين دخل الشكوك رجال الامن كذلك. فالزوج قال لهم انني رجعت مع 2 ديال الليل للمنزل. مني بحثوا كذلك المراه قالت لهم راه رجع مع الفجر. اذا كاينه اشياء مخبيه تما. فاكيد انهم بداو الابحاث مع العساس. قالوا له فين هما اصحابك؟ واش كتعرفهم؟ قال لهم اكيد انني كنعرف الاصدقاء ديالي فلان 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 فلان. قال لهم واخا عيطوا عليهم. فاكيد انهم بداو كيعترفوا الاصدقاء ديالو. قالوا فعلا العساس ديك الليله راه كان معنا، هو جاب الماحيه وحنا جبنا شي حاجه ديال الماكله وتجمعنا وقصرنا وبقينا حتى النص ديال الليل. فاكيد انهم اعترفوا الاصدقاء ديالو. قالوا يعني ملي كنا قصارين فاكيد العساس قال للاصدقاء ديالو راه راسي راه حرقني، انا غادي نمشي بحالي مع ديك 1:30 2 ديال الليل. اصدقاء اعترفوا بهذا الوقت هذا. فهنا فين البوليس دخلهم الشك، كيفاش الزوجه قالت انه دخلت الفجر، الاصدقاء ديالو كيقولوا خرج مع 1:30 2. فهنا فين بداو ابحاث مع العساس وقالوا له ديك الليله من وقت رجعتي فيه؟ فقال لهم انني كنت سكران، ما عرفتش بالضبط واش 2 واش مع الفجر، ما بقيتش عاقل. فكانت النسيبه ديالو العساس ديك الليله في الدار ناعسه مع بنتها. وهنا في العساس تزير بان نسيبته قالت نفس الاقوال، قالت راه هاش ماش رجع يعني الزوج ديالي. فمني اعترفوا الاصدقاء ديالو بان ديك الليله هو اللي خلص الماحيه، وديك الماحيه خلصها بواحد الثمن كثير وما عمرو خلصها بهذاك الثمن، زائد بان الساروت حتى واحد ما كان كيديه من غير العساس. وهنا
فين دخل الشكوك كذلك رجال الامن. فهنا فين جمعوا هاد الادله وحاولوا انهم يبحثوا معاه. فالعساس اكيد انه زيروا معاه القضيه وعطوا 40 ساعه وزادوا وكيل الملك 24 ساعه باش انه يبداو معاه لونكيت. فمن زيروه في 24 ساعه الثانيه اكيد اعترف العساس وغيقول لهم ها شنو وقع. فقال لهم ديك النهار ما كان ما عليا ما بيا، وكنت جالس واحد القهوه كنلعبوا الرامي، وجات عندي واحد السيده بخصوص ديك الليله اللي دفنوا هذيك المراه. جا عندي واحد المهم دفنوها مع العصر. جا عنده واحد صاحبه القهوه، فمن جا عنده صاحبه كان تيجلس معاه زمان وبقاو كيديو ويجيبوا في الهضره. قال له شوف عمر، هاد العساس سميتو عمر، قال له راه كاينه واحد الهميزه اللي فيها واحد الفلوس كثيره. قال له لا خلينا من داك 200 درهم 300 درهم اللي كتحفر فيها القبوره. قال له راه كاينه واحد الهميزه اللي فيها 7000 درهم، انت دي 7000 درهم وانا غادي ندي 7000 درهم. عمر تفاجأ من سمع الثمن خيالي. اساس من تفاجأ انه غياخد 7000 درهم جوج ساعات، اكيد انه تفاجأ بحكم ان العساس كانوا يلاه كيدوروا مع الجمعيات، يلاه كيدوروا مع الناس اللي كيحفروا من القبوره، يعني تصيد العساس مسكين تصيد. فخصوصا انه كان عمر اللي هو العساس كان مزير، كان خاصو الفلوس. فالصديق ديالو كان كيعرف واحد الشوافه، واحد الشهواده كان كيعرفها. هو الصديق ديال عمر كان يعني عنده كان صاحب ديال الشوافه، كان دائما كتسخروا سير جيب لي هذه من عند عطار، سير دفن لي هذه في المقبره، سير دير لي هذه. كان يعني مصاحب مع ديك الشوافه. وكان دائما الصديق ديال الشوافه اللي هو صاحب عمر كان دائما كيجي عند عمر كيقول له انا ندي طريبه من هنا، انا غادي ندفن واحد الحاجه هنا. وكان كيدور مع عمر غير بواحد يعني واحد 300 درهم 200 درهم اللي هي سميتو، كان كيخليه عمر انه يدخل. ولكن هاد المره جاب الضربه صحيحه لعمر. فمن جا عنده صاحبه قال له داك لافير ديال 7000 درهم غادي شنو غنديروا فيها؟ قال له غتعطينا السوارت وغادي نمشيو نفتحوا داك البيت اللي عندك فيه العتله والبالا، وغادي نمشي نحفروا على ديك السيده اللي دفنات البارح، وغادي نجبد انا الشوافه. واكيد انه راه عمر قال لهم مالكم زربتوا عليا السيده يلا دفناها البارح، واليوم بغيتوا يعني تجبدوا المراه وبغيتوا تفوروا باليد ديالها والى اخره. فقال له الصديق ديال عمر راه ضرب، خصنا نضربوا الحديد من حدو سخون، المراه مني دفنات خصنا دابا نتكلفوا بها، وهذا الشيء اللي كيطلبوا. ايوا وعطى العمر واحد 4000 درهم، قال له هذه راه النص، هذه راه العربون ديالك. ايوا وقال له العساس ربما انكم تعطلوا والليل هادي ربما يجي شي واحد ويحصل علينا. قال له راه ما غاديش نتعطلوا، راه دغيا غنفكوا علينا داكشي. فالصديق ديال عمر قال له شوف، قال له حنا من غادي نتكلفوا غادي نجبدوا الشتا وغادي نديروا بهذاك الشيء اللي بغينا، فانت حاول ما امكن انك تفيق في الصباح وتجي ودير شويه ديال الماء والتراب الا بقات شي اثار ولا شي حاجه، ودير شويه ديال الشوك باش ما يعرفوش العائله ديالو، حيت العائله غتجي في الصباح تزور. فالعساس اللي هو عمر قال الصديق ديالو راه كيجيو شي وحدين في جنب المقبره وكيجيو كيتكيفوا هنايا، وراه كيجيو في النص ديال الليل كيتكيفوا، وراه ما عندناش كيفاش نديروا الا جيتوا تدخلوا للمقبره وبغيتوا تحفروا على السيده اكيد انهم غيشوفوكم. نقص الصديق ديالو قال له شوف عمر دير شي حل. عمر قال له الحل اللي كنديرو يا انني بحكمي انا كنجلس معاهم كنتكيف معاهم، فنحاول ما امكن انني نقنعهم ونديهم مع واحد الاصدقاء ديالي ونجمعوهم في واحد البلاصه وندوزوا الليله تما. فقال له الصديق ديال عمر قال له صافي غير ديو مع عمر وهاك واحد 1000 درهم خسرها عليهم باش يدوزوا الليله ناشطين. فديك اللحظه انه عمر مشى عند صحابو قال لهم اليوم الدراري رانا غادي ناخذ لكم واحد الماحيه واعره، واليوم غنمشيو نقصروا في واحد البلاصه، يعني دوخ هذوك الاصدقاء ديالو دوخهم بالهضره. صافي ديك اللحظه قال لهم عمر راه عندي واحد الليطرو ديال الماحيه، والا بغيتوا تجمعوا يلا نمشيو عند فلان تما نتجمعوا نقصروا، رانا جبت واحد الليطرو ديال الماحيه واعر. ففي عمر دا الاصدقاء اللي كانوا كيتجمعوا حدا المقبره قال الاصدقاء ديالو عيطوا على الدراري والاخرين يجيبوا معاهم شي حاجه ديال الكيف ونتجمعوا تما ونديروا واحد العشيوه وناكلوا داك الشيء اللي قسم الله. عمر كانت العمليه ديالو هو انه حيد داك الدراري من حدا المقبره، وفعلا نجحت له العمليه ديالو. عيط للصديق ديالو قال له فعلا العمليه راه نجحات، فالدراري غيكونوا مجموعين وقصارين
ماشي حدا المقبره، غيمشيو يقصروا فعند واحد صاحبي في المنزل. اذا هذاك الشيء اللي دار عمر فعلا. عمر مني مشى للدار ديالو قال للمراه انا غنمجموع مع الاصدقاء غادي نمشي نجلس معاهم، قال لهم غادي نمشي عندهم نقصر معاهم شويه. قالت له المراه ديالو سير. ففعلا مشى عمر عند الاصدقاء ديالو جلس معاهم شويه، تكيف معاهم، شرب شويه ديال المحيه باش ما يعيقش. مني وصلت لوحده ونص فعلا داكشي اللي دار عمر قال الدراري راه راسي ضرني غنمشي بحالي. فعلا مشى بحالو عمر. فعمر اكيد انه كان داير توقيت مع الصديق ديالو باش غيفتح له يعني داك البيت وغيجبد البالا والى اخره. ففعلا كانوا جبدوا يعني داك الماتيريال، وقفوا السياره في واحد المكان بعيد. فمني باركاو يعني الطوموبيل خرجوا جوج ديال العيالات وجوج ديال الرجاله ملتمين وجههم. صافي الصديق ديال عمر سلم على عمر، عمر عطاه البالا وعطاه العتله والى اخره. صافي دوك الربعه دخلوا للمقبره. فعمر مشى في جنب ديال الطريق وبقى عساس عليهم كيطلع بواحد شويه، كيطل هنا في الطريق وكيطل. فبحكم ان المقبره بعيده على المدينه اكيد انه كيطل في الطريق ربما تكون جايه شي سياره. فعمر مني مشى للطريق عساس، الصديق ديالو هز الباله والعتله مشى مع هذوك الناس اللي جاو معاه، اكيد انهم مشاو كيحفروا داك القبر. فالسيده اللي هي ملكه جلسات وسط البيت، بداو جابوا البوطه، جابوا المسائل، جبدوا الكسكسو، بداو كيفوروا والى اخره. عمر شنو كان كيجيب له الله؟ انهم غيجبدوا غير اليد ديال الميت وغيحركوا به داك الكسكسو والى اخره. فهنا حاولوا انهم يحفروا على ديك الجثه وجزوا داك الجثه، اكيد انهم يحطوها حدا الملكه، والملكه بدات كتفور بديك الجثه. فمني بدات ابحاث في المحضر قالوا للشوافه علاش يعني خرجتي جثه كامله، كون خرجتي عيد مثلا ودرتي بها ديك التفويره والى اخره. فاكيد انها اعترفت الشوافه وقالت لهم ديك الليله راه كان الريح، وإلا مشينا حتى خرجنا البوطه حدا الميت اكيد انه غتطفى البوطه. فلهذا انهم حاولوا انهم يهزوا ديك الحاجه الله يرحمها مسكينه اللي توفات، ودخلوها حتى لهذاك البيت اللي كانوا كيحطوا فيه الدوزان، وبداو كيفوروا ليها في اليد ديالها. فهي الشوافه كان عليها طلب، عده النساء كانوا طالبين واحد الكميه كثيره ديال الكسكسو، ولهذا كان عليها الطلب انها تفور واحد الكميه كبيره. فلهذا انها كانت اعترفات الشوافه وقالت لهم فكانت عندي واحد الكميه كبيره، واكيد انني كنفور تقريبا واحد 2 ساعات وانا كنفور باليد ديال الميت. فلهذا ان يعني باش هذاك الشيء يكون صادق، اما الا كانت عيد وحده اكيد انا ما غيكونش داك الشيء صادق 100%. صافي يعني الشوافه مالكه داك الشيء اللي دارت، جابوا ليها يعني يد الميت، حطوا وحدها السيده، بدات يعني كتفور في اليد ديالها. داك الشيء اللي دارت كان عليها واحد الطلب اللي هو كثير، واحد الكميه ديال الكسكسو اللي كانت كبيره جدا. فالعساس تعطلوا عليه كيقول هادو تعطلوا بزاف، يعني قرب يطلع النهار وهاد الناس هادو باقي ما خرجوش، هي العساس ما يتسنى. فكانت الشوافه يعني استغرقات في الوقت، وكان عندها واحد الكميه كثيره يعني، وكان عليها طلبات بزاف من النساء، وكانت دائما كتقول داك الطقوس ديالها، كتقول هذا مثلا هذا ديال العكاس، هذا ديال كذا، يعني بهذاك الطقوس ديالها كانت يعني الشوافه كانت كتفور وكتكلم بداك الكلام ديالها. مني كانت كتعترف الشوافه قالت لهم انني كل كميه كنحاول انني هذا ديال التخاف، هذا ديال الدمار، هذا ديال المشاكل والى اخره. ففجاه انها ديك الشوافه خرجات مع يعني بعض الصديقات ديالها اكيد اللي كانوا مع ديك الليله تساعدوها، ركبوا على السياره، تكلموا مع عمر، قالوا له صافي واش الطريق خاويه نخرجوا؟ قال لهم صافي راه خارجه. الاصدقاء الاخرين اللي هما رجال رجعوا الجثه للمقبره. فالصديق ديال عمر وصاحبه مني بغاو يرجعوا انهم الجثه، اكيد انهم رجعوها، وفجاه بداو كيحفروا كيردوا عليها التراب، فبقات شي حاجه باينه. عمر كيتفاجئ كيشوف واحد 2 ديال الاطراف جايين. ففجاه عيط على الاصدقاء ديالو اللي كانوا كيحفروا، اللي كانوا كيردوا عفوا على الجثه، قال لهم راه شي وحدين جايين، فتخباو. فالله سبحانه وتعالى مني كيبغي يفضح اكيد انه دوك العناصر اللي كانوا ماجين في الطريق، فوقفوا حدا المقبره وبقاو واقفين تما.
راه الله سبحانه وتعالى ملي تيبغي يفرجها اكيد انه كيدير اسباب، وفعلا دوك العناصر دوك الشباب اللي كانوا غاديين مع الطريق اكيد انهم بقاو واقفين حدا جنب الصور ديال المقبره بقاو كيتعاودوا. فالاخرين اللي كانوا كيردوا على الجثه اكيد انهم ما قدروش يحفروا لان غيشوفوهم الاخرين، حيت انه دوك الدراري اللي كانوا غاديين في جنب الصور ما شافوهمش، ولكن الا بداو يحفروا اكيد غيبانوا ليهم. فلهذا انهم دوك اللي كانوا بغاو يردوا الجثه بقاو كيتسناو تيمشيو دوك الجوج انهم يمشيو بحالهم عاد يكملوا على الردان ديال ديك الجثه. ففجاه انهم دوك العناصر ما مشاوش، وبقى حتى طلع النهار وسمحوا في الجثه هكاك، يعني ما ردوهاش. صافي ملي شافوا النهار طلع عليهم مشاو من جهه اخرى نقزوا الصور ومشاو بحالهم. فالعساس ملي شافهم مشى للدار ديالو مع ديك الفجر فعلا وضربها بنعسه، وكانوا هادو هما الاعترافات ديالهم. فالعساس ملي اعترف بداك صاحبو اكيد انه حيت العساس كيعرف هذاك صاحبو اللي عطاه 7000 درهم، فاكيد انهم مشاو كيدقوا على داك العساس على صاحب عمر، وفعلا باش انهم يتقربوا من الشوافه وداك العناصر اللي كانوا معاه، لان عمر كان كيعرف عليه الصديق ديالو. فملي مشاو كيدقوا على الصديق ديال عمر اكيد انه يوم يدقوا عليه ما فتحش ليهم الباب. فجا المقدم ديال ديك الحومه وقال لهم هذا السيد هذا اللي كان هنايا راه صافر، راه مشى لفاس. فملي بدات الابحاث اكيد انهم البوليس مشاو كيقلبوا عليه المحطه ديال فاس، اكيد انهم يوم يبحثوا عليه لان داز 3 ايام فجاه بقاو كيبحثوا بمدينه فاس حتى لقاوه جابوه. عيطوا كذلك العساس لان العساس كان في الحبس. فاكيد انه الصاحب ديال العساس اعترف اليوم لان العساس اعترف بهذاك الشيء كامل، حتى هو اعترف بكل تلقائيه. فقال اليوم فعلا داك الشيء اللي قال الصديق ديالي راه هو اللي كاين. فاكيد انهم قالوا له ورينا ديك السيده اللي خدام معاهم، انت راك معروف راك خدام معاها. فاكيد انه عطاهم المكان ديال الشوافه، مشاو اكيد انه كيدقوا على الشوافه ما كان بخبارها والو، ما فرصاش بان السيد اللي خدام معاها راه يعني تعتقل. فهنا فين حاولوا ما امكن انه يجيبوا الشوافه. فعلا جاو اعتقلوا الشوافه، جاء امر من النيابه العامه، جاو بحثوا لقاو الشوافه ان عندها بعض شي اشياء قصوا الى اخره. فملي بداو الابحاث اكيد انهم لقاو ان السيده لقاو تصاور عندها داكشي ديال عباد الله فعلا الشبعه ديال الكسكسو، ويعني داكشي دلائل ثابته على الشوافه. فاعترفت اليوم كذلك الشوافه لانها حصلات، اعترفت اليوم ولقاو عندها مبلغ مقدر ديالو 15 مليون. فاكيد انهم لقاو عندها الذهب، لقاو عندهم النقره، فحاولوا يحزجوا هذاك الشيء كامل اللي كان عندهم. فبعد ما اعترفت اليوم الشوافه اكيد انه اعترفت لهم حتى بالصديقه ديالهم، مشاو جابوها. فملي بداو ابحاث قالت لهم فعلا انا راني هذا هو الشيء الوحيد اللي كيطلبوه ليا العدد كثير ديال الناس، هو انني خصني نخرج يد الميات باش انني نحاول ما امكن يعني لبي الطلب ديال الناس اللي باغيين، وداك الشيء اللي كان. وقالت لهم فعلا راني استغرقت واحد الساعتين في هذيك العمليه، وقالت لهم اول مره كندير هذه العمليه هذه، واعلم الله شحال من مره دارت هذه العمليه هذه. فالسيده لقاو عندها املاك، السيده يعني قديمه في الدومين. فاكيد انها اعترفت اليوم بالنساء اللي جاو عندها، اعترفت اليوم بعض الشوافات اللي كانت كتصارف معاهم، وكانت اعترفت اليوم غير بكيلو ديال الكسكسو. ونعتت اليوم كذلك حتى دوك النساء اللي بعث لهم الكسكسو، كان اللي باغي ينتقم من شي واحد، كان يعني الثقه كان كل واحد الله يحفظه قدر السلامه. قالت لهم داك الكسكسو راه في انواع، كاين اللي يعني على حساب التسمم، لان تكلمنا بالسابق راه كانت كتفور بيد ديال الميت وكتقول طقوس، يعني كل واحد وكيفاش الحاله ديالو اللي باغي يوصف فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. فاكيد اعترفوا بالاقوال ديالهم، عيطوا على العساس، دازوا كذلك عند قاضي التحقيق، فدازوا يعني الجلسات، عندهم تكوين عصابه اجراميه. فلهذا انهم حكموا عليهم ب 12 سنه. فالعائله ديال المرحومه مساكن طلبوا باقصى عقوبه لهاد، ما طلبوا لا بتعويض مادي لا والو، طلبوا باقصى عقوبه لهاد الناس. وفعلا يعني راه اكيد انهم كيطالبوا باقصى عقوبه، راه باش تشوف الوالده ديالك دفنتيها بواحد الحرقه بواحد البكاء الشديد، واي واحد حنا كنشوفوا الفرق ديال الوالدين، وفي الاخير انك تشوف يعني راه جبدوها وها شنو داروا ليها وشنو داروا ليها، اكيد انك ما غتسامحش اليوم. ولهذا متابعين الاوفياء اكيد انهم كانوا كيطالبوا لي باقصى عقوبه. اذا بعد
العقاب ديالهم واللي كانوا كيطالبوا به لانني كنطالب انا كذلك ب 30 سنه، لان هاد السيده هذه مرا كبيره وعذبوها في حياتها وعذبوا كذلك حتى اولادها. اذا المتابعين الاوفياء، الى عجبتكم القصه ديال هاد المراه هذه واكيد كانت حقيقيه في مدينه الدار البيضاء، فاكيد دعوا معها بالرحمه والمغفره. واكيد الى عجبتكم حاول ما امكن انني نقدم لكم حلقات ممتعه وواقعيه، واكيد انني كنحاول نبحث على هذه الوقائع. اذا كنشكركم متابعين اوفياء والى اللقاء.